الزملكاوي اللي كان هيمضي في الاهلي، بس للاسف الصفقه ما كملتش. النهارده 6 رمضان ودي الحلقه السادسه من كوره وفزوره، ودول الكويره اللي جاوبوا معانا الحلقه اللي فاتت. واول واحد واللي جاوب معانا على التيك توك هو شريك كهربا، وتاني واحد جاوب معانا على الفيس هو ناصر. وللاسف ما لقيتش اي حد جاوب على اليوتيوب، وكلهم كانوا بيقولوا حسين الشحات. فعاش يا كويره وتحيه خاصه مني ليكم. اللعيب بتاعنا هو يعتبر صعد في الدوري المصري في سن صغير جدا، واللعيب ده لعب في فرقتين في الدوري المصري، وكمان اللعيب ده احترف في اوروبا في بلدين مختلفين، وكمان لعب في الدوري السعودي. ويعتبر اللعيب ده من اللعيبه اللي تحب تشوف الكوره في رجلهم، مع انه كان في دايما في خلافات ما بينه وما بين الجمهور، بس زي ما الناس بتقول عليه قلبه طيب، وكان وجوده في الملعب مؤثر جدا في نهائي القرن. واللعيب ده فاز بالكونفدراليه والسوبر الافريقي. وبرغم من كل الانجازات اللي اللعيب ده عملها، بس هو ملوش تاثير في المنتخب المصري. وابرز مشاركه شاركها مع المنتخب هي في تصفيات كاس العالم وكاس العالم 2018. واللعيب ده عنده الارتو زي السلام عليكم. قول لي بقى كوير، عرفت اللعيب ده ولا لا؟ لو عرفت اكتب تحت في التعليقات. واخبط اللايك والمتابعه وصلي على النبي. ودي كانت الحلقه السادسه من كوره وفزوره. ما تنساش تجيلي على اليوتيوب وتيك توك. وسلام.